السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انتوا وحشتوني 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 من اخر فيديو صورته معاكم. انا حابة اشكر الناس الجديدة اللي دخلت لي القناة. متشكرة لكم جدا جدا جدا. نورتوني نورتوني نورتوني، وعلى راسي كل حد دخل عندي في القناة واشترك، وده شرف ليا. وعلى راسي كل حد دخل عندي في القناة وداس لي اشتراك. ربنا يخليكم يا رب ويديمكم عليا نعمة في حياتي يا رب. أنا النهاردة يا حبايبي راجعة لكم في فيديو جديد وروتين جديد. بس قبل ما ندخل الفيديو، نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا يا حبايب قلبي اللي مشتركين معايا بقى في القناة، ادوسوا لي لايك واشتراك لو انتي أول مرة تشوفيني، وكومنت حلو كده من ايديك تقولي لي انتي بتابعوني من انهي بلد بالظبط وانتوا منين، وتقولوا لي كده ايه اللي بيعجبكم في فيديوهاتي، وايه اكتر حاجة بتعجبكم، وايه اللي ما بيعجبكوش، وتقولوا لي كل حاجة كده، وتتكلموا معايا كده في الفيديوهات وتعرفوني ايه اللي بيعجبكم وايه اللي ما بيعجبكوش، عشان اللي بيعجبكم اعمله لكم على طول واكرره لكم على طول. وان شاء الله نكبر ببعضينا كده، وايه ونكبر كده والقناة تكبر بيكم وليكوا يا حبايب قلبي. يلا بقى بصوا، ابتدينا كده في الفيديو. رجع لكم فيديو جديد وروتين جميل جميل جميل. بقيت بقى التنظيفات، وبقيت ترتيبات الشتاء، وبقيت كل حاجة جميلة كده. بقى ايه، نبتدي قبل الساعة والتكتكة نعمل ايه الأساسيات بتاعت بيوتنا. بس انا بحب ابتدي يومي كده وروتيني بالغسيل، يعني بحب احط الغسيل كده عشان هو ده اساسا. انا بحب ان انا يعني اول ما ببتدي يومي ده الطبيعي، سواء كاميرا مش كاميرا، بصور ما بصورش، انا ببتدي يومي بالغسيل. بحط الغسيل اول حاجة، بعدين ما بصلي كده صلاة الفجر اشغل على الغسالة، يعني احط الغسيل في الغسالة يتغسل كده، وابتدي بيه واروح نشره اول حاجة. حتى بصوا كان لسه النهار لسه مشقشق كده ولسه طالع كده جميل، فقلت بحب انشره كده ساعة الصبحية ياخد الهواء الجميل النضيف. بعيد عن بقى ما نستنى بقى كده شوية للظهرية ولا كده بيكون يعني نشف، وببدأ ان انا ايه ألمه على طول يا حبايب قلبي. فاكتر حاجة انا بحب ان انا ايه ألمها، يعني اغسلها على طول اول باول. فعندي كده يعني ايه، بحب كده اساسيات في كل بيت. وانا مش بعلمكم يا حبايب قلبي، انتوا كلكم عارفين وشاطرين وستات بيوت شاطرة، وبس كلنا ممكن بنشجع بعضينا. يعني كلنا بنتشجع كده من بعضينا ونشجع، يعني ايه والروتينات ديت بتبقى ايه روتين تحفيزي كده وطاقة ايجابية في البيت. هنا بقى دخلت على دولاب ولادي اطلع لهم الشتوي. طبعا هم شتوا لان الجو بقى فيه سقعة كده، فشتوا يعني. راح قالوا لي يا ماما بقى ايه، طبعا بقى يجيبوا لي من فوق لتحت وكده، فقلت لهم لا، انا هدخل بقى، هو ده اللي عليه الدور. هنا بقى بصوا بقيت عماله احدف لعمر. ماشي، هنا كنت بنضف ضرفة عمرو، فبص عماله احدف له، انتوا هتلاقوني عماله احدف. انا بحدف ليه بقى؟ عشان اشوف ايه اللي هو عايزه وايه اللي مش عايزه. في حاجات بيستغنى عنها مبيبقاش عايزها، فقلت له بدل ما تبقى تاخد مكان في الدولاب على الفاضي، اللي مش عايزه نطلعه كده ايه، نطلعه كده، يعني نطلعه مش عايزه خلاص. فبدأت ان انا ايه كل حاجة يقول لي هاتي ده يا ماما اقيسه، هاتي ده يا ماما احطه، هاتي ده يا ماما. قلت له طب خلاص تمام ماشي. بقيت عمالة بقى احدف له. بص مسكت الدولاب نضفته كده من التراب، لاني كان في ترابة والله يا حبايبي. كان في ترابة ناعمة كده، وبقيت عمالة ايه ان انا انفضه ومن الترابة وافرش المشمع تاني. وبدأت بقى اطلع الصيفي بعيد عن ايديهم خالص، بقيت احط الصيفي فوق والشتوي تحت، يعني الشتوي تبقى في الرفوف اللي قدامهم. هنا بص عمرو كل شوية يقيس حاجة ويجي بصوا، يعني هو كان قايس جاكيت من دلوقتي. بص هنا قلت له تعالى بقى رفك الاخير دوت. هو حاطط فيه حاجات وهدايا وحاجات صحابه جايبينها له. قلت له تعالى انت بقى شيلها بمعرفتك، عقبال انا ما ايه ما ابدا اطبق وايه واحط لكم كده قدامكم. كان طبعا هو بيساعدني، ربنا يبارك له يا رب. مش عيب يا حبايب قلبي، لازم نعود ولادنا ان هم يساعدونا، لازم وضروري، عشان يعني ايه يحسوا كده معانا بالمسؤولية ويعرفوا احنا قد ايه بنتعب، ولازم بيبقوا مشاركيننا كل حاجة. فكل حد لازم يخلي، يعني يخلي ولادكم يساعدوكوا يا حبايبي. فاحنا مش هنقدر ان احنا نعمل برضو ايه
كل حاجة كده مع نفسينا، ان ايه لازم هم يبقوا مشاركيننا، عشان احنا مثلا لما نعمل، احنا طبعا بنعمل شغل البيت بتعب وبمجهود. يعني اكتر حاجة قاسية والله هو شغل البيت دوت. شغل جامد يعني، بصراحة بيبقى شغل متعب جامد، فلازم هم يحسوا بينا عشان احنا ما نعملش وهم يتعبوا. هنا القمصان دي كانت بتاعت عمرو وهو صغير، فالقمصان دي هو بيحب، كان بيحبها قوي قوي، فشلتها له بقى ذكرى. فهنا بص بيوريها لكم، كانت صغيره صغرت عليه قد ايه، بيقول لي يا ماما انت كل ده شايلاه؟ بص ده كان طقم الكيجي بتاعه في المدرسه، كان طقم كيجي 1، حضر بيه كيجي 1 وكيجي 2 الطقم ده. لاني بص اهو، بص بيوريكم البادج بتاع المدرسه. بص كان قد ايه، بيقول لي يا ماما يدخل فيا ده، فضل يهزر ويضحك بقى من ورا الكاميرا وانا عماله اضحك عليه. بص بيقيس البنطلون، بص البنطلون اصلا قد ايه ما يجيش شبر وبيقيسه. قلت له انا شايلهم لك ذكرى. بص هنا عمال يفرد في القمصان الصغننه، انا شايله له بس هم الحاجه، هم بس الثلاث قمصان دول وطقم الكيجي بس، لان القمصان دي كان بيحبها جدا جدا جدا. كنا كل ما نيجي نخرج كان يعيط عايز يلبسهم، لما اجي اقول له لا خلاص هتلبس حاجه تانية كان يفضل يعيط، كان صغير يفضل يعيط ويقول لي لا عايز البسهم. فمن كتر حبه ليهم انا شلتهم له ذكرى. يعني انا بصراحه كل هدومهم وهم صغيرين انا طلعتها، ما خليتش حاجة خالص، بس الهدوم ديت القمصان ديت التلات قمصان وطقم الكيجي. طقم الكيجي عشان قلت ايه بقى ذكرى اول طقم ليه للمدرسة وكده، فشيلهوله ذكرى. هنا بقى بقيت بص وبقيت واقفة، اللي اطبقه ارصه، اللي هو محتاجه اخليه، اللي مش محتاجه برضو ايه خلاص اطلعهوله بقى كده، هو يتصرف فيه يعني بمعرفته. او بص بقيت ان انا الصيفي احطه فوق وابعده فوق عن، يعني ابعده عن ايديهم. طبعا الشتوي كل تيشيرتات، يعني تيشيرتين صيفي ولا بروفلين صيفي بياخدوا مكان قد كده، بحس ان بياخدوا الرف كله. لكن التيشيرتات الصيفي بقى، اللبس الصيفي بيبقى صغنن كده وجميل، والله لو حطيت 20 تيشيرت ما بياخدوش مكان ولا حيز كبير في الضرفة. فحطيت بقيت بقى يعني خدت على قد، حطيت على قد الدولاب ما خد، والباقي برضو حطيته في شنط وبحطه في صحارة السرير. لاني برضو مهما يكن الدولاب برضو ما يعني الدولاب ما بياخدش كل المكان برضو، يعني ما بياخدش كل الهدوم، ما بياخدش كل حاجة. يلا يا حبايب قلبي اللي وصل معايا لغاية هنا، ما تنسونيش في لايك واشتراك من ايديكم الحلوة لو انتوا لسه اول مرة تشوفوني، فضلا وليس امرا. تنسونيش في اللايك عشان بلاقي حبايب قلبي اللي متفرجين عليا نسيني اللايك، وتنسونيش بقى في اللايك عشان القناة تكبر بيكوا وليكوا يا حبايب قلبي. بصوا هنا بقى بدأت في الضرفة التانية، بدأت ان انا ايه اطلع برضو كده وارتب واحدة واحدة. يلا بقى اللي لسه ما روقتش دولابها وما طلعتش الشتوي، يلا بقى تبدأ تروقه وتطلع الشتاء وتشيلي الصيفي بقى. يلا كل سنة وانتوا طيبين، الشتاء دخلت علينا، فنبدأ بقى كده ايه نرتب حاجتنا قبل الشتاء ما السقعة تخش علينا، او تبقى حاجتنا كلها جاهزة. ابدأوا اعملوا الاساسيات يا حبايب قلبي، اللي ما عملتش تبدأ تعمل الاساسيات. يعني اللي ما بدأتش ولسه ما عملتش جيبي من تحت السراير ابدأي نضفيه، اعملي من تحت نضفي الدواليب، تحت الكنب، ظرف المطبخ، السيراميك، الحاجات اللي هتحتاج منك شغل ومجهود وهتحتاج منك يعني ايه آه تنظيف عميق كده بالمية والصابون والحاجات ديت. ابدأي اعمليها، سيراميك المطبخ، سيراميك الحمام، الحاجات اللي هي شغل العميق ده. ابدأ اعملي الاساسيات لكل بيت يا حبايب قلبي، اساسيات. انا والله العظيم والله العظيم بجد اللي انا بعمله قدام الكاميرا معاكم ده 1% من اللي انا بعمله من ورا الكاميرا. انا ممكن احط الكاميرا وابدأ اصور. هنا طبعا بصوا واخدين بالكم معايا انا عمالة احدف وهم يحدفوا لي، يعني شوفوا ايه اللي هم محتاجينه وايه اللي مش محتاجينه. يعني انا كنت بقول ايه، اللي انا بعمله من ورا الكاميرا غير اللي انا بعمله قدام الكاميرا. يعني انا احط الكاميرا واقول خلاص انا هصور وابدا اصور، فعلا بالفعل بصور واعمل الروتين وكله واصور بقى وخلاص. واجي الاقي مره واحده بقى وانا بمنتج الاقي الفيديو مش عاجبني خالص. ليه؟ ببقى موطيه كتير، ببقى مندمجه بقى طبعا في الشغل، ببقى مش قاصده، فببقى مندمجة جامد في الشغل. فببدأ بقى ان انا ايه لا الفيديو اروح مسحاه من اوله لاخره، فبمسح كتير
والله العظيم انا بمسح فيديوهات كتيرة جدا جدا جدا. انا لو على الفيديوهات اللي انا ما بمسحهاش وبخليها، والله العظيم انا انزل في الفيديو في اليوم الواحد 3 4 فيديوهات. وحياة ربنا انزل في اليوم 3 4 فيديوهات، بس انا بمسح الفيديوهات بطريقة مهولة. ليه؟ ما بيعجبنيش بصراحة المونتاج بتاعها. اما باجي منتج ما بيعجبنيش، بلاقي نفسي موطية، طالعة فوق السلم من فوق، بجيب حاجة من فوق، بنضف حاجة من فوق، فبلقى نفسي لا اقول لا بلاش بقى. فاحتراما لحبايب قلبي اللي معايا في القناة، فما ينفعش في حاجات، ما ينفعش ان انا برضو انزلها، مش كل حاجة انزلها. هنا كنت خلاص رتبت الدولاب، الفيديو طبعا طلع يجري، فالفيديو بصوا طالع بيجري. هنا بقى دخلت على المطبخ، كان عندي حبة شغل فيه، المواعين الحمد لله ما كانتش كتير، بس برضو بدأت ان انا ايه، آه، اصبن والمواعين ما خليش عندي مواعين. في اسس كده يا حبايب قلبي لازم نبدأ نعملها كده في البيت، خطوات كده للنظافة. انا كانت عندي حماتي لما ايام ما كانت بتيجي عندي وتدخل عندي، والله العظيم وحياة ربنا كانت تقول لي انا نفسي اعرف انت شقتك ريحتها حلوة على طول ليه؟ انا دخلتلك الصبح، دخلتلك بالليل، دخلتلك اي وقت، انت شقتك ريحتها حلوة. والله فعلا بالفعل، بالفعل كانت دايما بتقول لي كده، ريحة شقتك حلوة على طول، انا شامة ريحة صابون، ريحة مساحيق، ريحة نظافة، في ريحة نظافة كده عندك على طول على طول. انا عايزة اعرف ليه؟ كنت اقول لها عشان انا بنظف اول باول، انا ما بخليش. فدايما يا حبايب قلبي، انا مش بعلمكم عشان محدش يفهمني غلط، بس احنا بنتعلم من بعضينا وبنشجع بعضينا. يعني الفيديوهات دي اساسا يعني فايدتها ان احنا بنتعلم من بعضينا. اني انا كنت فاهمين ان انا بصي ما بخليش مواعين متراكمه، دي طبعا بتقعد تحط في الحوض بتدي طاقه سلبيه وتعمل ريحه، لان فضلات اكل، الاطباق مكانها فضلات اكل، الحلل فيها فضلات اكل. فما بخليش في الحوض مواعين كتير، ما بخليش مواعين على دايما على طول، حتى لو طبقين 3 اطباق فاهمين بدخل اصبن. حتى لما بيبقى فيه كمية مواعين كبيرة دي بتبقى بتاعت يوم واحد، ما بخليهاش تيجي عليها تاني يوم. ثبت الغسيل عندك اللي هو الغسيل اللي مش نجيف دوت على طول يا حبايب قلبي تغسلوه على طول، لان برضو بيدي طاقة سلبية في البيت، وبيعمل برضو حاجة مش نجيفة. يعني غسيل مش نجيف برضو لازم يعني هيطلع ريحة، فبلاها منها، نغسل اول باول. دي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي تدي للبيت ريحة مش حلوة ويعمل فيه طاقة سلبية. كمان في ايه تاني، جردل الزبالة اعزكم الله يعني، دوت طبعا برضو اول باول الزبالة ما تبيتوهاش في الشقة. يعني والله بجد بجد الزبالة ما تبيتوهاش في الشقة يا حبايب قلبي، على طول تخلصوا منها. انا عندي والله يجي عليا الليل، احنا عندنا في الشارع اللي هي يعني في من بره، يعني في كل منطقة على فكرة، وفي كل مكان الصناديق الكبيرة اللي هم بيبقوا حاطينها ديت، الصناديق الكبيرة ديت. في واحد بره عندنا بره على الشارع، في واحد صندوق من اللي هم بتوع الزبالة دول، يعني صندوق اللي هو الكبير اللي بيبقوا محطوطين في الشوارع، ده موجود بره خالص على الشارع بره عندنا. بناخد بقى بياخد بقى الزبالة، بنرميها يوماتشي، يوماتشي عشان ما تعملش ريحة في البيت. انا ما بيتش زبالة في البيت ابدا، ابدا ابدا ابدا، ما بيتش زبالة في البيت. دي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل ريحة في البيت. في ايه تاني كمان يا هبة؟ الشوزات ما ندخلش الشوزات في البيت الا لما تكون نجيفة. لقيتيها مش نجيفة، انا عموما بنحطها بره البيت، يعني بره الشقة، بره باب الشقة. مش خلاص يعني لقيتها بقى جابت اخرها، بمسكها اروح واخداها عامله لها دوره كده في الغساله وبنبدا نغسلها، بنلاقيها بقى بقت فله. كل الحاجات ديت، كل الحاجات ديت بتعمل ريحه في البيت، فكل الحاجات دي نتخلص منها اول باول، اول باول كده نبدا نتخلص منها، عشان تبقى ايه، تلاقي بقى بيتنا ريحته نضيفه. زائد بقى انت بتمسحي وبتنضفي بمعطرات وهي النظافة بصوا ما يعني ملهاش عنوان وملهاش أي حاجة. النظافة نظافة حتى لو بحبة مية، اللي عايز ينظف بينظف.
فكل الحاجات دي حبايب قلبي برضه سر من اسرار النظافه وريحه شقتك وريحه بيتك. هتلاقي كل اللي داخل عندك يقول لك انت ايه ريحه يعني الشقه ليه ريحتها حلوه على طول. انا والله بالفعل 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 ده حقيقي. حماتي دايما كانت تقول لي ليه ريحه شقتك حلوه كده على طول. يعني انا ادخل الصبح ادخل بالليل الاقي ريحه شقتك نظافه. فكل دي سر من اسرار. فكل فيديو حبايب قلبي هقول لكم كده كام معلومه على ايه ان انت تبقى شقتك دايما نظيفه وريحتها حلوه. هنا طبعا الفيديو جري مني. انا هنا كنت جايبه فراخ بلدي. دي البلدي الجميله اللي بتاخد سوا جامد. البلدي يعني البلدي دي بتاعت الفلاحين وكده، مش بتاعت المزارع. جميلة جميلة طبعا. انا غسلتها وفصلت الفيديو معاكم الكاميرا يعني عشان بتاخد لازم تاخد اي طيور بتاخد وقت جامد في التنظيف. يعني عندي هس كده في نظافة الطيور بالذات. بصوا طلعت كنز. الطبق ده كله طلعته. يعني بصراحة أنا مسمية الطبق ده كنز، يعني وجبة تانية والله العظيم. طلعت الطبق ده وجبة تانية. فكانت جميلة بصراحة وكانت زي الفل. هنا بقى كنت جايبة كرنب. أنا نزلت السوق جبت كرنب وجبت فراخ وكده. كانت هنا بقى يا حبايب قلبي ست الحبايب جاية. فقلت لا أنا أعمل لها بقى إيه بتحب هي الفراخ البلدي دي اللي تاخد سوا والمحشي. فقلت كان نفسي أصور خليها تصور معاكم وخليها تطلع معاكم. بس للأسف الشديد النور قطع. والنور قطع بيقعد عندي يجي ساعتين ونص. يعني بيقطع من 2:30 الظهر لغاية الساعة يجي يعني لغاية الساعة يجي 5:30 كده 6 إلا بيقعد وقت طويل أوي. فللأسف معرفتش إن أنا أخليها تصور ولا تطلع معاكم. إن شاء الله في المرة الجاية لما تيجي إن شاء الله بأمر الله. هنا بدأت يا حبايب قلبي أسلق الكرنب. أنا مش بسلقه سليق يعني. أنا بصوا بس أغطسه كده في المية السخنة وأبدأ أطلعه كده على طول وهو بيكمل سواه بقى. هنا علقت على الفراخ أهو حطيت لها بصل وحطيت لها قوطة وحطيت لها فلفل اسود وورق لوري وحبهان. هنا بقى كنت ببدأ أصلصل معاك وأعمل الصلصة بتاعت المحشي. بس طبعا النور قطع. هنا بقى كنت لفيته وحطيته. بس طريقة المحشي عندي على القناة. لسه حبايب قلبي اللي لسه داخلين عندي هتلفوا لفة في القناة هتلاقوا طريقة المحشي بعملها بطريقة مميزة جدا وطريقة جميلة. يعني نادرة جدا لما تلاقي حد بيعملها. هنا بقى مسكت الفريزر مسحته مسحة محترمة. لاني كنت بفرز جوافة. الجوافة سعرها حلو اول يومين دول. نبدأ نفرز يا حبايب قلبي اللي مفرزش عشان رمضان بقى. كل سنة وانتوا طيبين يجي علينا بخير وصحة وسلامة. فمسكت فرزت جوافة فقلت يلا بقى بالمرة ادام انا فاتحاه اخده مسحة كده بالفوطة. انا ايدي فيه على طول مخليه زي الفل يعني. هنا بقى طبعا بعد زفرت الفراخ وبعد المحشي لان كنت فاردة الكرنب هنا كده في الارض وبقطعه كده. فلقيت الارض بقى بعد كده ما عجبتنيش. حطيت حبة اوكسي البودر. اي حاجة عندك اي حاجة عندك كده نجي يعني. اي حاجة عندك كده تخليها تحطيها في المسح تديكي بس نظافة ورغوة كده وريحة. وتبدأوا كده ايه مسحته مسحة كده محترمة. يا رب يا حبايب قلبي اللي وصل معايا هنا الفيديو ما تنسونيش لاخر الفيديو كده. ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة لو انتي لسه اول مرة تشوفيني. ويا رب ابقى ضيفة خفيفة عليكم وتكونوا واكون كده ضيفة خفيفة وحابيني. وان شاء الله القناة تكبر بيكو وليكو. وما تنسونيش كده في اللايك والاشتراك في القناة.